السلام عليكم. اوريغانو دي زادا شويه طبيه. نجاوب على الاخ يسال: انا عندي خلل هرموني، نزول التستوستيرون وارتفاع الاستروجين وهرمون الحليب، واش تنصحني؟ اهم النصائح اللي ننصحك بها هي الاكل الصحي والابتعاد عن تناول السكريات، الفرينه، القلي، الزيوت المهدرجه بصفه عامه والجلوتينات بصفه عامه، وايضا اكل الشوارع تاني تاع برا تاني ممنوع. عندك المعلبات ايفيتي والماكسيموم، هادو لازم تبتعد عليهم قدر المستطاع. هذه الحاجه الاولى. من الناحيه الطبيعيه، العلاجات الطبيعيه عندك الاعشاب، عندك الماكا السوداء ولا الماكا الحمراء، تعمل على التوازن الهرموني، يعني ترفع لك هرمون التستوستيرون وتهبط لك الاستروجين. عندك الجينسينغ ثاني يعمل على التوازن الهرموني ايضا ويرفع هرمون التستوستيرون. عندك الاشواغندا ثاني مليحه تهبط الكورتيزول وايضا تعمل على التوازن الهرموني. هادو هما اهم الاعشاب اللي ننصحك بها. عندك ثاني زيت الزيتون ثاني يعمل على التوازن الهرموني. عندك المكسرات، عندك الخضر الصليبيه، الكروم، الشوفلير، هادو ثاني مفيدين بزاف. وعندك من ناحيه المكملات الغذائيه عندك الزنك يرفع هرمون التستوستيرون، عندك اوميغا 3 ثاني مفيده بزاف، ولا مكمل ديما رانا نقولوه هذا قليل شويه، مكمل الدين، هذا يهبط الهرمون الاستروجين الى اقصى مستوياته عند الرجال. لكن مع النصائح الاولى لازم اكل صحي، بلا اكل صحي ما غادي دير والو. ولازم رياضه خاصه رياضه المقاومه كمال الاجسام، ولا الهيت ثاني مليح بزاف. الهيت دير كلمه الهيت في جوجل، ابحث على الطريقه ولا في اليوتيوب، شوف تمارين الهيت، هادو مفيدين بزاف لرفع هرمون التستوستيرون، شد الجسم، وايضا يهبطوا مستوى، كل ما يطلع هرمون الاستروجين يهبط مستوى هرمون التستوستيرون، يهبط مستوى الاستروجين في الجسم. وربي يشافيك ان شاء الله.